اه والله الناس الخلايجة بياكلوه بيعملوا بيه احلى كبسة. المربعات دي مثلا دي بتعرف منها سنها ولا دي يعني هو بيقعد؟ لا ما مش هو مش واحد ابني عليه ماسكة خرطوم انما ايه؟ لا تقيلة ما شاء الله. البيض يا كلاسيك دي من 20 ل 30 بيضة. اوبا يا النهارده يا جماعة عند اخويا سامي العقباوي، فالنهارده بقى لقيت منشور كده هو رافعه فيديو كده، فبيقول ايه اللي حابب يجي يتصور عندنا هنا، عندنا زواحف وعندنا حيوانات ومش عارف ايه، وهو عامل الحاجة دي مجانا من ناحية ان هو ايه مثلا اللي حابب يتصور مع حيوان اللي بيحب الزواحف وكده وحابب يجي مثلا يغير جو كده بتاع، فيجي عند ايه اخويا سامي فتح المكان كده الدنيا للناس كلها. طبعا يا جماعة كلاسيك فوكس شخص معروف جدا عندنا هنا في دايرة كرداسة، ومن الاشخاص اللي هي الطيبة والجدعة يعني، وخدوم لاهل بلده. الله يخليه. طبعا هو دي شرفنا واستمتع جدا لما شاف الحيوانات، وطبعا انتوا هتشوفوا كل ده معانا تمام. فهو مش مصدق ان ممكن حديقة تتعمل ببلاش الناس تيجي تشوف الحيوانات وكده. فطبعا احنا مرخصين رسميا وعاملين الحديقة بس للناس اللي هي الغير مقتدرة تيجي تتفرج عندنا على الحيوانات مجانا بدون اي رسوم. طبعا عندنا سلاحف وعندنا بعض الزواحف تمام، وهتشوفوا ده كله معانا. طب يلا طبعا عشان ما نتكلمش كتير وكده، يلا بينا ايه انا نتكلم على ارض الواقع. لا انا قلقان منك الصراحه. لا يا عم موضوع الجمال والترندات اللي انت طالع بيها الايام اللي فاتت ديت، فانا قلقاني منك. احنا بنحب نوضح كل حاجه. بص انا ايه بحب ايه مثلا ايه بحب اخش طب يا ادخل جماعه الناس اللي يا جماعه بتتفرج. قبل ما نبدا بس في اي حاجه، انتوا لازم تعملوا الراجل ده متابعه وتعملوا له شير للفيديو ده عشان تساعدوه برضه، لانه ما عندوش متابعين كتير. والله سامي ده راجل جدع. انتوا لازم تساعدوه. انا ما بعرفش اطلب حاجه زي كده بصراحه. انا الصراحه عشان انا شايفه مهذب، فانتوا لازم تساعدوه في اللي انتوا تشهروا له صفحته. خليكوا شوفين. شكرا جزيلا. يلا بينا يلا بينا. ما شاء الله ده الضب بقى، ده اللي بياكلوه يا جماعه الخلايجه. خلايجه ايه الله يهديه. اه والله الناس الخلايجه بياكلوه بيعملوا بيه احلى كبسه. يا ابني بيقول لك مكول بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ده ايه ده؟ الله اكبر ان شاء الله ان شاء الله. نط يلا معايا. تكسر هنا. ايه ده انا هنزل هنا؟ امال ايه؟ مش هنعملش حاجه. تهزر؟ ما بهزرش لا يا ابني هنا كلاسيك بطيء حافظ. يلا كلاسيك. ماشي صور يا كلاسيك. خد صور يا اخويا. عينينا حاضر. ايه ده؟ هات شويه عرش. دوس عليها. دوس عليها لا. لا يا اخي. طبعا يا جماعه كلاسيك لسه نازل الوقت الحوض. بسم الله ما شاء الله. ايه رايك في السلاحف دي؟ الله اكبر. انا اول مره اشوف الاحجام دي بصراحه. دي اسمها سلقاطه، من ثالث اكبر نوع سلاحف في العالم. طبعا منظرها جمالي فوق ما تتخيل، وزنها تقيل يعني انا ممكن ما اقدرش اشيل السلحفاه اللي زي كده. جرب كده كلاسيك. الله اكبر. الله ما شاء الله. لا تقيله ما شاء الله. البيضه يا كلاسيك دي من 20 ل 30 بيضه ما شاء طبعا الله. البيضه بتاعتها عامله زي الذهب، بتتباع ب 1000 جنيه. والله البيضه اول ما بيفجس الفكس بتاعها الواحده بتتباع ب 1000 جنيه. بصوا وهي بتاكل. بصوا كلهم هييجوا الوقت. تعالى دول على سري نجربوا. تعال ناكل بقى الزواحف. السلاحف مش الزواحف. مش انا ايه في ايه؟ هات ضب كبير كده فرجوا مع الضب عامل ازاي. ايه ده هتجيب لنا ضب؟ امال ايه يا ريس؟ طب ايه رايك في فكره الضب؟ كاكل؟ لا انا ما باكلش الصراحه، بس هو مش هو بيتاكل؟ النبي عليه افضل الصلاه والسلام ايه والله ما نهاش عن اكله يعني، ولا هو حرمه ولا هو حلله. فاحنا بالنسبه لنا الموضوع لكن في ناس بتاكل. في ناس كتير بتاكله، بس احنا مش هناكل ضب يعني. طب عايزين نجرب. خلينا ناكل ضب ثمنه غالي، نروح ناكل اي حاجه ثانيه. ناكل جملي مثلا. ناكل كبده جمل. فالزواحف بقى دي انا عايز افهم حاجه، هو ده بيبقى نوع سلاله معينه هي بتكبر بالطريقه دي؟ دي اسمها سلقاطه او السلحفاه الافريقيه. بالظبط كده. دي ثالث اكبر سلحفاه في العالم. طبعا هي بتكبر لحد 80 و90 سم. والله. طب انا عايز اقول لك على حاجه. ايه ده؟ مثلا ايه ده؟ هي نفس السلحفاه دي، نفس السلحفاه. يعني دي بتكبر زي دول؟ هي نفس دي. زي دي عمرها 3 سنين مثلا، لما تبقى عمرها 5 سنين هيبقى نفس الحجم الكبير ده. ما شاء الله. 10 سنين برضو الحجم بيكبر. بيعضوا؟ وريني كده، وريني الجمال. الحق جاب ايه؟ اوه ضب. ودي
الجلد بتاعه برضه بيغيره. الله، انا شفت الفيديو بتاع تغيير الجلد ده بصراحه. ايه رايك؟ ممتع ها؟ شيل الحته دي، شيل الحته دي. ارجع ورا كده. اوبا يا احنا هنا بننضف بنغير الجلد بتاعه. والله شغالين عنده. والله واحد طبعا عمل لي تعليق على الفيديو بتاع الضب، قال لك تعالى. لو عض صباعك هيقطعه. انا ما جربتش الصراحه، ممكن تجيب صباعك ونشوف. والله يعني هو بيقعد؟ لا ما مش هو مش عدواني. مش عدواني. شوف بيضرب بديله. كله لحم بقى؟ ده اللحم اللي بيتاكل ولا فين الحته اللي بتتاكل؟ بص عامل ازاي، اقوى حاجه عنده. طب انا عايز اعرف حاجه، الناس اللي بياكلوا الضب ده تمام، تعالى بس هنا كده، تعالى بس هنا كده. الناس اللي بتاكل الضب ده بياكلوا فيه ايه؟ انا مش شايف غير فيه بطن، والبطن ده مثلا بتبقى كلها مصارين وكده. بص مش هياكلوا البطن، بياكلوا الحته دي الفخدين، هم بص فيهم شويه لحم. وهنا ده والديل كله دهن. ده الديل بقى ده بيبقى فيه الحته اللي هي القرقوشه دي مثلا. الحته الجامده اهو. والله شفت انت ديل ديل المنابل اللي بيبقى متحاش. دي الحته فاهم انت اللي فيها الغذاء كله. شفت انت لما تاكل كوارع. واكل كوارع. والله ما بهزر. ده طرف الكبدايه يا كلاسيك. انت خايف ليه؟ خد بس اثبت. يا عم اثبت هنا رجمال وبتاع يا عم. لا انا الموضوع مش لعبتي هنا. ماشي امسك يا كلاسيك. امسك شيل يا كلاسيك بجد والله. شيل يا كلاسيك يا اخي ما تهزرش يا عم كده يعني عادي. مسكت الضب ده بقى. لو حد مثلا الجماعه اللي بياكلوه يعني انا شايف ان انت ما شاء الله موفر الحاجه دي بكميات. لا انا بصدرها رسمي باطار قانوني، مش ببيع للجماعه اللي بياكلوه. انا بصدرها للدول بره. في ناس هاويين يربوا الحاجه دي، لكن الجماعه اللي بياكلوا دولت مش تبعي. ما ساعدهمش على كده، لان دي حاجه حرام. لا اكله الله اعلم باكله، ما انا قلت ولا هو حرام ولا هو حلال، انا ما اعرفش. اصل ده فقه ديني وانا مش تخصصي، فاسال اهل الدين. لكن انا بتكلم ان انا مش هروح ابيعه لحد ياكله، فاهمني؟ انا ابيعه لحد يربيه. عشان في الاول وفي الاخر انا بحافظ على الحياه البريه وبحافظ على البيئه فانا مش هساعد في اكل حاجه زي كده. بالظبط. انت برضه عشان عارف ان الحاجه دي وانت بتربيها فانت بتتعب فيها. تصعب عليا اصلا ان هي تتاكل اصلا. وبعدين انا شايف ان القيمه اللي هي بتقدمها اقوى بكتير من القيمه اللي احنا ناكلوها. كفايه بس ان انت بتحافظ على البيئه بصراحه. الله يخليك. ايه وهيعض الحاجات دي؟ لا بتعض يا عم انت مفيش حاجه بتعض عندي، الله اعلم. السعوديين لما بيشوفوا حاجه زي كده بيبقى ريقهم بيروح. انا اعتقد ان ممكن تكون دي نتايه وفيها بيض. بصوا التورم اللي هنا ده. ايه ده؟ ممكن تكون نتايه وفيها بيض. والله التورم ده بيض، انت ملاحظ؟ بس بص الجنب بتاعها. انا ما اعرفش البيض بتاعهم بيبقى طري قوي كده. بيبقى طري ماشي. تعال نسيبوه تاني، يلا سيبوا بقى هنا كده وصوروا كده وبيسيبوا. هاتوا كده. مع السلامه يا بطل. يا دي جميله يا ابني، جميله. خديها ادي معانا مشي اهو. ايه ده في ايه؟ انا عايز بقى اسالك سؤال. نعم يا كابتن. يعني انا مثلا شايف في مربعات، المربعات دي مثلا دي بتعرف منها سنها ولا دي انت زي الناس اللي بيسالوا السؤال الغريب ده. ما هو بصراحه برضه ما احنا الصغيره اللي لسه مولوده فيها نفس المربعات، ملهاش علاقه خالص بالسن. امال ايه؟ بتبقى لها شهاده مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. لا بتبقى على حسب السنتيمتر اللي هي فيه. يعني مثلا تقريبا لو هي كانت مثلا بنظام غذائي كويس، اكل كويس طول السنه ووفرت لها حراره ورطوبه كويسه، فمثلا ممكن في خلال سنه مثلا توصل 10 سم، السنه اللي بعدها 20 سم، السنه اللي بعدها 30 سم كده هكذا. طب الحاجه دي لو انت مثلا جايلك من بره مش انت اللي مربيها، انت الحاجه دي اللي انت اللي مربيها بتبقى بيبعتوا لي عادي. شهاده سايتس بيها وبيعرفوني امتى بالظبط، وبيعرفوني اتولدت امتى وعمرها كام سنه. ونفس القصه انا لما ببعت الحاجه دي بعرف الشخص هي عمرها قد ايه بالظبط كده. لان الحاجات دي بيبقى لها شهاده مواليد. وعلى كده بقى دي لو هي اتقلبت كده تموت؟ بص لو هي اتقلبت لمده يوم ممكن ما تموتش، بس هي بتبقى التنفس بتاعها ضعيف. بس هو اللي انت تجلبها طبعا دي حاجه مش كويسه، لانك انت بتخلي نفسها يبقى قليل، بس هي مش هتموت. ما بس هي ممكن تتقلب غصب عنها، ممكن تطلع مثلا على حاجه زي كده. غصب عنها في مكان زي كده هي هتعرف تعدل نفسها. طب وبالنسبه مثلا ان هي مثلا لو اتحطت في ميه في ناس بياخدوا السلاحف دي يشتروها ويفكروا ان هي مائيه ويرموها في براميل ميه وكلام زي كده، بتموت على طول في نفس الساعه اللي تحطها فيها تموت. والله دي سلاحف بريه مش مائيه. السلاحف المائيه اللي بتعيش في الميه، بس لازم توفر لها ميه عشان خاطر الميه بتدي منظر حلو.
استنى كده نرش عليهم ميه، هات لي كده الخرطوم بعد كده. نرش عليهم ميه تشوفوا شكلهم عامل ازاي بعد ما ترش عليهم ميه، هما بيحبوا الميه موت يعني. على كده بقى في ناس بتاكل الحاجات دي؟ والله في دول كتير بتاكل السلاحف بالفعل. والله احنا تعبنا من الناس اللي بتاكل الحيوانات دي. هما ده واحد صيني من فتره كده كان عندي، قال لي احنا بناكلوا الحيوانات واحنا عارفين ان احنا دوله مش كويسه في موضوع الاكل، بس هتلاقيكم بتاكلوا الكرشه وبتاكلوا مصارين الحيوانات كلها وبتاكلوا كل اعشاء الحيوانات. فالصراحه احرجني يعني، لقيت ان احنا ايه. احنا برضه بناكل برضه. احنا برضه ما بنرحمش. واحد ابني عليه ماسكة خرطوم انما ايه؟ عنب. تعالى تعالى. رفع على اخواتك اللي هناك. ما شاء الله. هنا بقى احنا بنعمل ايه؟ انت زي نظام بترطب لهم عشان الجو فاهم انت حر جدا. كده هم في منتهى السعادة ولا متضايقين؟ مبسوطين جدا. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. ما شاء الله. الوانهم بقى ايه؟ هم على كده بقى ما بيشربوش ميه ولا ايه؟ الحوض ده بيتغسل كويس وبعد كده بيتحط فيه ميه. يعني هم بيشربوا يعني؟ بيشربوا ميه طبعا، مفيش سلحفاه ما بتشربش ميه. بس ما بيشربوش ميه كتير ولا؟ بيشربوا ميه كتير جدا كمان. والله مفيش سلحفاه ما بتشرب، ربنا قالك وخلقنا من الماء كل شيء حي. انا قصدي ان في حاجات بتبقى بتستحمل الميه هي جامد. بتستحمل الميه، بس هي بتاخد الميه اصلا من الخضروات اللي هي بتاكلها، لكن لازم يبقى ميه عندها عشان تزود لها الرطوبه. ما تيجي يا عم نصور الحاجات التانية ولا ايه الدنيا؟ انت عاوز تشوف ايه طيب يا كلاس؟ انا عايز اشوف كل حاجه عندك ولا نخليها جزء تاني؟ والله انا على حسب تفاعل الناس معانا، مش هنتعب ونتعب نفسنا على الفاضي فاهمني. الناس لو خلاص. بيعملوا لك شير وبيعملوا لك دعم كويس نفرجهم على باقي خلاص يا عم هنشوف الحوار ده. مش عايزين يدعموك في الفيديوهات فملهاش لازمه، وبعدين غير كده فاهمني يجي يتفرجوا بنفسهم برضه. عندك حق. خلاص يا جدعان احنا هنشوف كميه التفاعل اللي على الفيديو ده، لو لقينا حد بيقول في الكومنتات كمل عايزين الجزء التاني هننزل لكم بالجزء التاني. الفيديو ده ما ينفعش يجيب اقل من 50,000 لايك. لا وسعت منك كده يا عم، انا عايز 20,000. ليه يا عم؟ ليه يا عم انت بتهزر؟ لا 20,000 حلو. ده كرداسه لوحدها فيها 50,000. لا يا عم عايزين 20,000. يلا بينا.